من لم يقم بوظيفته على الوجه الأكمل فإنما يأخذه من المرتب يأخذه بغير حق. الذي يجب أن يحذره الإنسان أن من أخذ المال بغير حقه فإنه يبتلى بداء الشح كالذي يأكل ولا يشبع. الذي يأكل ولا يشبع لا ينفعه أكله. ولقد حدثنا أكابرنا سنا أنه أتى على أهل نجد زمان يسمى سنة الجوع، يأكل الإنسان الأكل الكثير الذي لا يأكله الجمل، أكثر مما يأكل الجمل، ولكن لا يشبع أبدا، بالليل والنهار ولا يشبع، سبحان الله. فأقول لكم إن الجوع والعياذ بالله اللي يأكل ولا يشبع هذا لا يرد عليه شيء. فالإنسان الذي يأخذ المال بغير حقه بأي وسيلة يبتلى بهذا. ومن ذلك أيضا الوظائف. من لم يقم بوظيفته على الوجه الأكمل فإنما يأخذه من المرتب بغير حق. وهذا له صور، منها أن يتأخر الإنسان عن الحضور في الوقت المحدد، وأقبح من ذلك أن يكتب في دفتر التحضير أنه أتى في الوقت المحدد للحضور، فيجمع بين الكذب وبين أكل المال بالباطل. ومنها أن يخرج قبل أن ينتهي الدوام، فإنه إذا خرج قبل أن ينتهي الدوام، وقدرنا أن الدوام 6 ساعات وخرج قبل تمام السادسة وبقي 5 ساعات فقط، معناه أن سدس ما يحصله من الراتب إذا كان هذا كل أيام الشهر بغير حق. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس يكتب له انتداب أو خارج دوام وهو لم يأتي إلى مكان العمل ولم يغادر البلد فيأخذه، هذا لا شك أنه حرام على الآخر. وهو بالنسبة للمسؤول الذي فوقه خيانة للدولة. وسوف يسأل هذا الرجل يوم القيامة، لأن الله يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. سوف يسأل هذا الرئيس أو المدير الذي كتب لموظفيه خارج دوام وهم لم يعملوا، أو انتدابا وهم لم يسافروا. يتساهل بعض الناس في هذا بحجة أن المال مال الدولة، وسبحان الله من أحل مال الدولة؟ التبعة في مال الدولة أعظم من التبعة في مال الشخص المعين، لأن مال الشخص المعين يمكن في يوم من الأيام أن تستحله أو ترد عليه مظلمته، لكن مال الدولة، ثم مال الدولة ليست لواحد من الدولة، مال الدولة لمن؟ لكل الناس، حتى العجوز في مرفقها وفي خدرها لا حق، فكيف تتهاون في هذا الأمر؟ فعلى كل حال القاعدة كل من أخذ المال بغير حقه فإنه يبتلى بالشح، إلا أن يمن الله عليه فيتوب، هذا شيء آخر. ويقول يكون شهيدا عليه يوم القيامة. ومن فوائد هذا الحديث أن المال الصالح نعم الصاحب لصاحبه إذا كان ينفقه بسبيل الله، يعطي الفقير واليتيم وطالب العلم، ويطبع الكتب وينشرها بين الناس ويسلك طرق الخير، هذا لا شك أنه يغبط على ماله، وهذا المال نقول إنه نعم الصاحب لصاحبه. نعم. معنا اتصال الأخ عادل من جدة، حياك الله. هلا حبيبي. سم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال حبيبي. ما هو؟ السؤال حبيبي، جت لي وظيفة مرتب، وقالوا لي وانت قاعد في البيت يجيك الراتب يجيك وانت قاعد في البيت. حبيت استفسر عن السؤال. شكرا يا عادل، تفضل يا شيخ. لا، هذا لا يجوز. إذا لم تؤدي عملا فلا يحل لك المرتب، وهم يقصدون بهذا التستر من جهة الحكومة، لأن الحكومة فرضت عليهم توظيف
السعوديين فيوظفونهم ظاهرا وتقية ويعطونهم دراهم ويقولون وظفناهم، والأمر ليس كذلك، الموظفون غيرهم، وإنما يعطونهم هذا الشيء حتى يقولوا وظفنا السعوديين. نعم. طيب، ما زلنا مع اتصالات الإخوة والأخوات. السائل خلف من الرياض معنا على الخط. تفضل يا خلف. سؤال الشيخ. تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. سؤالي بارك الله فيك، عندي سؤالين. السؤال الأول بحكم راتب التقاعدي بعد سن 20 سنة و25 سنة. حكم الراتب التقاعدي يا فضيلة الشيخ؟ هذا حق للمتقاعد، حق للمتقاعد جعلته له الدولة، ويرجع إلى النظام في هذا، يرجع إلى النظام، فإذا كان يستحقه في النظام فهو حلال له.